السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الجولة هذه غادي نصور لكم ثلاثة صالونات وثلاثة البيوت بعد ما شعلت الإضاءة ديال ليد بروفيل والإنارة المخفية. فبقاو معنا وتبعوا معنا الجولة. كما كتشاهدوا معنا الإخوان، هذا هو الصالون الكبير، الصالون اللي فيه 6 متر على 3.5 اللي خدمناه بواحد ليزار ديال 30 سنتيم، وكذلك الاناره المخفيه ديال 25 سنتيم، وخدمنا هذاك الليد بروفيل مضوبل كما كتشاهدوا معنا. خلينا ديك الفراغ من القناه اللي جاو فيه هذوك لي سبوت. هذا هو الشكل ديال الصالون ديالنا. الصالون طلع زوين بزاف. اما بالنسبه للسيجور اللي كيدخلنا لثلاثه البيوت، خدمناه تقريبا كي بحال الصالون الكبير، غير هو خدمنا فيه شرطه وحده وخدمنا فيه ديك جوج سبوطات. اما بالنسبه للقياسات راه نفس القياس اللي كان في الداخله كما شاهدتوا معنا في الاول، والصالون الكبير وكذلك الصالون الصغير راه نفس القياس. القياسات والعبارات كيكونوا مهمين بالنسبه للصالونات اللي كتكون مفتوحه. واخا كنغيروا في الشكل ديال الصالون، كنحافظوا على نفس ليزارات، خاصه ملي كيكون عندنا الصالونات مفتوحه على بعضياتها. هذا هو السيجور اللي كيدخلنا البيوت، وهذا هو البيت الاول الاخوان. ديكورات زوينين بزاف اللي خدمناهم بالاناره المخفيه وليد بروفيل. كما كتشاهدوا معنا البيت خدمناه بليزار ديال 25 سنتيم، وخدمناه بواحد الغرغار هذيك اللي فيه سبوطات فيه 12 سنتيم خاص بلي سبوطات. بعدنا واحد 30 سنتيم عاد خدمنا الاناره المخفيه وكذلك الليد بروفيل اللي زادونا واحد الجماليه بالنسبه لهذه الغرفه. بالنسبه للكاش ريدو راه هو خدمنا بالاناره المخفيه باش عطانا هذه الجماليه. بالنسبه للبيت الثاني غيرنا في التوزيع. كما كتشاهدوا معنا خدمنا بليزار ديال 35 سنتيم وطلعنا 8 سنتيم وحطينا هذيك الاناره المخفيه كما كتشاهدوا معنا. بالنسبه للمربعات راه متساويين، مربع هابط على مربع اللي خدمنا فيه هذيك الايلات ديال ليد بروفيل اللي عطاونا واحد الجماليه زوينه بالنسبه للغرفه. بالنسبه للشارجم كما لاحظتوا معنا راه خدمنا فيه الكاش ريدو بالاناره المخفيه. كان هذا هو الشكل ديال البيت اللي كان مغاير على البيت الاول. اما بالنسبه للبيت الثالث حتى هو خدمناه بليد بروفيل لكن مغاير على البيت الاول والثاني. خدمناه بالاناره المخفيه من جهه الجناب، ولكن ما كنسميوه جوان كرو بالاناره. وخدمنا فيه هذوك جوج شرطات ديال ليد بروفيل اللي عطاو جماليه لهذا البيت هذا. كنتمنى هاد الاشكال يكونوا عجبوكم. ما تنساش انكم تخلوا متابعه وتبارطاجوا المقطع.